السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى هنعمل النهاردة القراقيش بتاعة العيد زي ما احنا مكملين كده. عملنا البسكوت، هنعمل النهاردة القراقيش. هنعمل سادة وهنعمل بالعجوة. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. القراقيش بتاعتنا بتتكلم عن نفسها، شايفين ما شاء الله دايبة دوبان. بصوا بتتفرول في ايدي ازاي، وفي نفس الوقت مقرمشة من بره وهشة وخفيفة من جوه، مش مكتومة. عملنا سادة وعملنا بالعجوة. شايفين حتى كمان الحشوة، بصوا ما شاء الله، يعني واخدة حقها في الحشوة، يعني مش مدياها يعني حتة عجوة كده والاسم حشين، لا. وكمان السادة بصوا ما شاء الله، بصوا مفرغة ازاي من جوه وبتقرمش كده وتقطم من بره، حاجة كده ما شاء الله. سكر بألف هنا وشفا. حطوا بقى لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. القراقيش بتاعتنا بتتكلم عن نفسها، حاجة كده ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على خير خلق الله ونبتدي ان شاء الله الشغل على طول. معايا هنا دول 3 كيلو دقيق، حطيت عليهم حوالي 8 كيلو يعني 8 سمسم زي ما انتوا شايفين كده، نقيته وحطيته عليهم. ومعايا كمان باكو باودر. دول 3 كيلو دقيق حطيت عليهم 8 سمسم عشان بس يبقى باين في العجينة. اما لو انت بتعملي كيلو فهتحطي معلقتين او حاجة. حطيت رشة ملح، ومعايا قطعة خميرة، احط عليها شوية مية كده دافية، او ممكن كيس خميرة فورية، بس انا المتوفر عندي دلوقتي هي الخميرة البيرة. هسيبها كده تتفاعل على جنب. وكمان الدقيق بتاعي خلاص كده انا جهزته. نيجي بقى للعجوة. معايا العجوة حطيت عليها معلقة سمنة ومعلقتين سمسم، قطعتها بس كده قطع صغيرة عشان اعرف اهرسها. هنديها بقى كده هرسة لحد لما تبقى عجينة. خلاص كده بقى هنجيب السمنة بتاعتنا. جهزنا كمان الدقيق بتاعنا اهو. هنجيب بقى السمنة، كنت حطها على النار كده يعني تقدح زي ما انتوا شايفين. طبعا كلنا عارفين ان القراقيش يعني قريبة جدا من الكحك، خطواتها يعني تقريبا تعتبر زيها زي الكحك، لكن القراقيش بتبقى خشنة شوية اهو زي ما شايفين كده. ننزل بالسمنة. دول 3 كيلو دقيق حطيت عليهم كيلو وربع سمنة. حطي بقى السمنة اللي تعجبك، عايزة تحطي سمنة بلدي على النباتي حطي، عايزة تحطي سمنة على زيت حطي، زي ما يعني المتاح عندك حطيه. دي كده سمنة خليط، يعني سمنة بلدي على سمنة نباتي عشان الحاجة بتاعتنا كده تبقى ريحتها حلوة ومفحفحة. او بنزل بالدقيق كده واحدة واحدة، بس في الخطوة دي ياريت تخلي بالك على ايدك، ويعني ما يبقاش حد معاكي في المطبخ لو في اطفال او حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ابتدي بقى انبس. خلصت تقليب بالمعلقة لحد كده لما الدقيق هدي شوية. هنبتدي بقى كده نبس العجينة بتاعتنا. طبعا لو عايزة تحطي مثلا معلقة ريحة كحك حطي، عايزة تحطي شمر وينسون حطي، بس يعني انا هنا بيفضلوها كده سادة اكتر يعني. هفضل بقى افرك الدقيق كده لحد لما اشربه كل السمنة. طبعا عجينة الكحك بتبقى انعم من كده كمان شوية، بيبقى يعني السمنة بتاعتها بتبقى زايدة كمان شوية، لكن دي قراقيش يعني احنا عايزينها خشنة شوية. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الدقيق بمسكه في ايدي بيعمل يعني بيتضغط على بعضه. هفضل بقى كده يعني اقلب فيه وبسه زي ما بيقولوا كده. مرحلة البس دي مهمة. بصوا السمنة سخنة برضو بس يعني انا ايدي قادرة تستحملها، انا واخدة على كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكوا يا رب. خلاص بقى كده خلصت خطوة البس بتاعت القراقيش. هنيجي بقى كده ايه للمادة السائلة. ممكن تحطي لبن وممكن تحطي مية. كمان العجوة بتاعتنا اهي زي ما شايفين، عجناها وشلناها على جنب. انا بقى معايا هنا كده مية دافية. طبعا مقدار المية انا ما اقدرش احددهولك، لان كل دقيق على حسب ما بياخد يشرب سوائل. فانا حطيت هنا حوالي لتر مية على ال3 كيلو دقيق. لو انتي بتعملي اقل من كده فهتستخدمي حبة حبة لحد لما تشوفي العجينة ملمسها ايه في ايديكي. انا هنا ما بعجنش، انا بلم بس كده الدقيق بشربه المية واحدة واحدة. مش عايزين عجن عشان ما يتعملهاش عرق. المية بتاعتي بتكون دافية او الحليب بتاعك يكون دافي زي ما يعجبك، بس عشان احنا هتتشال شوية
فيفضل ان هي تتعجن بالميه، لان الحليب بحس ان هو يعني بيبوظ الحاجه بعد فتره. زي ما شايفين بقى بلم كده العجين، بلمها بس يعني انتوا شايفين حتى ايدي شغاله كده تعتبر على الهوا. اول ما بالعجينه بتسيب من الطبق اللي انا بعجن فيه خلاص ما يعني بوقف على طول. حط بقى الخميره بتاعتنا كمان كانت اتفعلت، انا نقلتها في حاجه اكبر شويه. بصوا ما شاء الله الخميره فايره ازاي، بسم الله ما شاء الله. هعجن بقى كده شويه كمان بالخميره، وهشوف لو احتاجت مني ميه تاني هزود لها لحد ما الاقي ملمس العجينه بتاعتي كده، يعني ولا بتشقق ولا ناشفه ولا ملبن كده ملبن. هكمل بقى كده الخطوات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بصوا انا يا دوبك بتوه العجينه مع الميه، بتوه الدقيق مع الميه، هي كده لسه محتاجه شويه سوائل كمان. هديها بقى شويه ميه كمان اهو، مطرح الخميره كده حطيت شويه ميه كمان مكان الخميره، وكده تمام. خلاص مش هحط لها تاني، يعني هشربها بقى الميه بتاعتها وكده خلاص. حطوا بقى لايك للفيديو ما تنسوش، بالله عليكم تحطوا اللايك عشان الفيديو يترفع. خلاص كده عجينتنا بقت تمام وزي الفل. هديها كمان بق ميه تشريبه صغيره، لاني حسيتها ان هي لسه عطشانه، يعني عارفين يعني ايه عطشانه، حسيت العجينه لسه مفروله تحت ايديا. لما بتبقى العجينه كده يعني بتتسمى عطشانه، العجينه لسه عطشانه. اديتها كمان شويه ميه صغيرين، يعني يعتبروا معلقتين ميه. زي ما قلتلك كل دقيق على حسب ما بيشرب ميه ايه، يعني على حسب السوائل. انا ما بقدرش احدد الماده السائله لان كل دقيق بيختلف عن التاني. نعمل بقى كده اختبار للعجينه. بصوا العجينه ما شاء الله سايبه من ايديا وسايبه كمان من الطبق. بصوا بسم الله ما شاء الله، لما بضغط عليها خلاص ما فيهاش اي تشققات. كده العجينه بتاعتي ناجحه وتمام ومية مية. بصوا ما فيهاش عرق، وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها طريه جدا، يعني لما باجي اشكلها كده ما بتشققش معايا اهو زي ما انتوا شايفين. كده تمام خلاص كده خلصنا. مش هسيبها بقى ترتاح كتير، انا مش عايزاها تخمر، انا هشتغل فيها بقى على طول. هي بتتقطع معايا زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما فيهاش عرق الحمد لله. هاخدها بقى كده ويلا بينا هروح عند الفرن. احنا بنشتغل في الفرن البيتي طبعا انتوا كلكم عارفينه. في الفرن الغاز خدتها بقى كده ورحت عند الفرن. معايا بقى اخواتي بيساعدوني. هبتدي بقى كده بطط زي ما انتوا شايفين كده، يعني ولا خليها سميكة ولا خليها رفيعة، واحاول كده اساوي الجناب من هنا ومن هنا اهو بالشكل ده. احاول بس اخليها متساوية، وبشيل بقى اول قطعة وابتدي بقى اقطع كده بالقطاعة اللي هي بتاعت القراقيش زي ما انتوا شايفين كده. يعني قطعي بقى الحجم اللي يعجبك. القراقيش بتاعتنا ناعمة وخفيفة وما شاء الله، حاجة كده سكر بألف هنا وشفا. شايفين بصوا الجمال. هنرص بقى كده في الصواني وعلى الفرن على طول، مش هريحها انا مش عايزاها تخمر. هنا دي كمان كانت اللي بالعجوة، نفس الخطوات وقطعناها كده زي ما انتوا شايفين بقى، خبزناها وطلعت من الفرن من المنظر الجميل زي ما انتوا شايفين كده، قمر بألف هنا وشفا. يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. زي ما انتوا شايفين بصوا، شايفين القراقيش بقى. طبعا لو بتخبزي في فرن البوتاجاز هتدخليها على رف اوسط، بتبقي مولعه فوق وتحت وبتنزلي الشبكه شويه تحت، يعني بتنزلي الشبكه تحت الرف الوسط اللي في النص ده، لا بتنزلي تحت رف،
يعني بتنزلي درجة كمان، تبقى قريبة من النار اللي تحت. شايفين العجوة؟ الحشوة مية مية ومظبوطة وزي الفل. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى أمة محمد أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. ما تنسوناش بقى بالدعاء في الأيام المفترجة دي، ربنا يفك كرب كل مكروب ويرحم كل أمواتنا، ادعوا لهم بالرحمة، ويهدي كل عاصي يا رب، اللهم أمين، ويهدي شباب وبنات المسلمين أجمعين، ويتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.